ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تشيكن وينجز، من اكتر واحلى الاكلات اللي احنا بنحبها جدا جدا. لما بنروح كنتاكي او في اي مكان، من الحاجات اللي بنحبها وبنحب نطلبها. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا ومش مكلفه كمان. عايزه اقول لكم ما اخدتش اي وقت، وكمان مستويه بسرعه جدا، عشان طبعا هي حجمها صغير وما احتاجتش ان انا انقعها ولا اي حاجه خالص. انا تبلتها وحطيتها في تتبيله شويه صغيرين، وبعد كده عملت معاها بقى شويه رز اللي هو الريزو، وكمان صوص كده. طعمها حلو جدا، من اكتر واحلى الاكلات اللي ولادي اكلوا فيها حلوه جدا. لو لسه اول مره تشوفيني، ما تنسوش تنوريني في القناه وتنزلوا تحت الفيديو وتعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب. ويلا بينا نبدأ مع بعض. هنا طبق من الأجنحة أنا جايباه من عند ميشو، اللي هو السوبر ماركت اللي جنب المحل، ودي القطاعات اللي وريتها لكم قبل كده بستخدمها. هبدأ ان انا امسك الجنح، هو الجنح لازق فيه الدبوس بتاع الكتف. هبدأ ان انا اقطع الدبوس لوحده، وبقطع الجنح نصين. ده كده بعد ما قطعتها. القطع الصغيرة دي مش بستخدمها، مش بعملها، ديت بركنها على جنب، ودي بنسويها للقطط. والقطعة التخينة ديت هي اللي بستخدمها، هي والدبوس اللي معانا ده. هفضل بقى اقطع كل الكمية لحد ما اخلصهم كلهم. ده كده كل الكمية بعد ما قطعتها. على فكرة الكمية بتكون حلوة وبتكفي، هتعمل معاكي وجبة حلوة تكفيكي في الغدا. بعد كده انا بقى بنقعها في حاجة كده، عشان لو في ريحة زفارة او اي حاجة ابقى مطمنة تمام. جبت مية من حنفية عادي، حطيت عليها شوية خل، وعصرت عليها نص ليمونة، حطيت شوية ملح، وكمان بحط شوية جنزبيل. الحاجات دي كلها بتشيل الزفارة خالص، وبقلبهم وبسيبهم مثلا براحتك. عايزة تسيبيهم ساعة، ساعتين، نص ساعة، براحتك زي ما انت عايزة. نيجي بقى لمقادير التتبيلة بتاعتنا لحد ما الأجنحة تتنقع معانا. هنحط معانا 4 معالق كبار من الكاتشب أو 5 معالق على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معلقة صغيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة من العسل الأبيض، معلقة صغيرة من العسل الأسود، معلقة كبيرة من الصويا صوص. الحاجات دي كلها بتدي طعم تحفة، فعلا هتحسي بطعم مختلف. هنحط معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، وحطيت يعني تقريبا نص معلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وملح وفلفل اسود. التتبيلة ديت بصي طعمها تحفة فعلا، وعطت طعم رائع جدا جدا للأجنحة. فعلا كان طعمها حلو قوي. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس جدا، وتتأكدي ان كلهم اختلطوا كويس جدا ببعض. وبعد كده هنبدأ بقى نغسل الأجنحة وننزلها فيهم. انا كنت غسلتهم شطفتهم كويس جدا، وببدأ ان انا انزل الاجنحة واقلبها واتأكد ان هي كلها اختلطت بالصوص اللي احنا عملناه ده. وبعد كده جبت الاسترتش وغطيتها كويس جدا، وهحطها في التلاجة. انا سبتها ساعتين. عايزة تسيبيها اكتر من كده عادي، عايزة تسيبيها ليلة كاملة عادي، بس هي الساعتين كانوا تمام. وخلوها التتبيلة وصلها كلها. كمان انا كنت مخرمة الاجنحة، الدبابيس والحاجات ديت، بالسكينة تخريمات صغيرة خفيفة كده، عشان خاطر تشرب من التتبيلة ديت كويس جدا. بعد ساعتين طلعت الأجنحة من التلاجة، شلنا الاسترتش، وهنبدأ بقى للتتبيلة بتاعتنا. عندنا هنا 1.5 كوب من الدقيق، وحطيت عليها 3 معالق من النشا، وثوم بودر، بصل بودر، وحطيت شوية بابريكا وشوية زعتر وشوية ملح. وهنبدأ بقى ان احنا نتبل الأجنحة بتاعتنا. بنزل اول حاجة مثلا بجزء منها زي الدبوس مثلا، او اي جزء منها. ببدأ ان انا اقلبها في الدقيق واضغط عليها بايديا، وبعدين ببدأ انفضها بالشكل اللي انتي شايفاه ده، وان انا اخبطها كده. ده اللي بيديني التعريجة والشكل اللي احنا بنحبه. بنزلها في المية وعد 1 2 3 4، وبشيلها على طول. وبعد كده باجي مرجعاها في الدقيق تاني، وافضل اقلبها بايديا بالشكل ده. تقلبيها شوية كتار، كل ده
دوت بيساعد على ان انت توصلي للشكل اللي احنا بنحبه وبنشتريه. وبعد كده بنبدأ ننفضها، بننزل منها الدقيق الزيادة، وفي نفس الوقت بنوصل للتعريجة وللشكل اللي احنا بنحبه. وده كده بيوصلنا للي احنا عايزينه بالظبط. بيكون عندنا زيت سخن جدا، واول ما بنزل فيه القطعة بتاعتي ببدأ ان انا اهدي النار شوية صغيرين عشان خاطر ما تتحرقش من بره وتبقى مش مستوية. هنفضل بقى نكرر لحد ما نخلص كل الكمية. ما تحطيش كمية كتيرة في الزيت عشان خاطر تسيبيهم يستووا براحتهم وما يبقاش ملزق في بعضي. ده شكلهم كده بعد ما قليناهم اول مرة. انا هقليهم مرة ماشي، بسيبهم يعني ياخدوا لون كده ذهبي، وبعد كده بخرجهم لحد ما بخلص كل الكمية، وبعد كده رجعتهم في الزيت قليتهم مرة كمان لحد ما بتستوي. هي طبعا ما بتاخدش اي وقت في السوى، ده بيخليها تبقى مقرمشة كويس جدا جدا زي ما بنجيبها بالظبط. يبقى احنا كده بنقليها على هعمل جنبها شوية من الرز الريزو اللي عملناه قبل كده، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع طريقة كنتاكي التانية في صندوق الوصف. شوية زيت صغيرين، معلقة سمنة، هنحط عليهم بابريكا، كركم، كاري، بهارات فراخ، ومكعب شوربة خضار، وبنقلب في الزيت لحد ما بتحسي ان انتي شميتي ريحة التوابل، ما تسيبيهاش تتحرق طبعا. وبعد كده بيكون عندك رز مغسول بتحطيه على التوابل ديت، وبتفضلي تقلبي فيه. اول ما بتحسي ان هو ما بقاش ملزق ومكلكع في بعضيه هنحط عليه معلقة عسل اسود، وبعد كده بنزوده بالميه. انا المره دي ما حطيتش بصل وما حطيتش صويا صوص. بصي طعم الرز ده بيكون رائع تحفه، طعمه شبه اللي بتجيبيه من كنتاكي بالظبط، حلو جدا. وبنكب عليه الميه وبنسيبه يغلي، وبعد كده بتوطي عليه لحد ما يستوي. طعمه تحفه فعلا، جربوها يعجبكم. بعد كده بجيب شوية كاتشب، بتحطي عادي اي كمية عليهم، معلقة مستردة وعليهم كام معلقة من المايونيز، وبقلبهم. وده بحط منه بعد كده جنب التشيكن وينجز، بناكل يعني تنزلي فيها وتاكليها، بيبقى طعمها حلو جدا جدا التلاتة كده مع بعض. وده كده بعد ما اتحمرت تاني مرة. طبعا بتخلي بالك كويس جدا وانتي واقفة جنبيهم، لان هي بياخدوا كل مرة 5 دقايق ما بتكملش، عشان خاطر هي حجمها صغير بتستوي بسرعة جدا. انا سبتلكوا الصوت عشان خاطر تسمعي صوت القرمشة بتاعتها من بره، مقرمشة جامد جدا. هي كانت سخنة ومكنتش عارفة امسكها كويس، ومن جوه مستوية قوي، ما كانش فيها لا دم ولا اي حاجة خالص، عشان طبعا حجمها كان صغير. لازم بجد تجربوها، هتعجبكم جدا، طعمها كان رائع. التتبيله كانت باينه فيها وكانت مملحه كويس. بصوا طعمها اساسا كان احلى من طعم الكنتاكي الاصلي. التتبيله دي حلوه قوي قوي، بجد جربوها وهتعجبكم، وقولوا لي رايكم. وده كده شكلها في الاخر، شكلها فعلا كان حلو قوي. انا قدمتها بقى للبنات بالشكل ده. جبت الطبق اللي هو طبق المتقسم ده، حطيت لهم الرز وحطيت لهم فوقيه القطع والعيش والصوص اللي هو بالكاتشب والحاجات ديت. وكده بتبقى طريقة حلوة ان انت حطيتي لهم كل حاجة، وكمان تفتحي نفسهم ان هم ياكلوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هسيب لكم في صندوق الوصف كل المقادير بتاعه الاجنحه والتتبيله الدقيق وكل حاجه. وهتلاقوا صفحتي على الفيسبوك وجروبي على الفيسبوك واكونت انستجرام، يا ريت تعملوا لي فولو. ولينك القناه لو ضغطتي عليه هتلاقي فيديوهاتي اللي فاتت كلها. واشوفكم على خير، باي باي.